الزمالك الى قبل نهائي الكونفدراليه الافريقيه بالعند في صبحي، الرعونه، الاستهتار، كل الحاجات اللي شفناها في الشوط الثاني من لعيبه الزمالك اللي كان ممكن تضيع المباراه. بالرغم من ده الزمالك في قبل النهائي كممثل اوحد للكره المصريه في البطولات الافريقيه. مباراه على الورق كانت تبان سهله جدا، وبدايتها وشوطها الاول كان بيقولوا ان الموضوع سهل وبسيط وعادي جدا ان الزمالك هيكسب بسكور. ولكن كعادة لاعبتنا جبنا جونين، بدأنا نستعرض، بدأنا نضيع فرص سهلة مش المفروض ان هي تضيع. آه، أداء في مجمله ممكن نقول ان هو جيد، مع بعض التحفظات على أجزاء من الشوط الثاني اللي كان فيها استهتار شديد جدا. بداية المباراة كانت على غير المتوقع. اوتوهو هو اللي ضاغط الزمالك ومخليه مش عارف يبني لعب ورا تقريبا اول 7 دقائق. كان منظر غريب، يعني المفروض ان اوتوهو هو اللي هيكون راكن للدفاع وخايف، ولكن شفنا فرقة عندها قلب في اللعب، بتحاول ان هي تضغط، تقفل على مفاتيح لعب الزمالك في بداية الهجمة. غلطت لعيبة الزمالك كتير في بداية الهجمة، واكتر واحد غلط في الشوط الاولاني واللي هنرجع له لازم هيكون ليه جزء لوحده صبحي. صبحي لعب المباراة دي وبيلعب بشكل أساسي، يمكن ده اللي بيفرقه عن المنافسين بتوعه سواء المهدي سليمان أو عواد، هو في الخروج بالكورة، أداؤه بالكورة، كورته على الأرض، بداية الهجمة. النهاردة شفنا تقريبا كل الكور ما عدا كورة واحدة من صبحي، يا إما كور يا اتقطعت يا إما كانت هتتقطع وتعمل خطورة شديدة، وكلها في قلب الملعب حتى مش على أطراف الملعب. الزمالك بدأ يدخل في المباراة بعديها، ولكن شفنا من ناصر منسي استمرار لفكرة اللعب لنفسه، او ان هو بدأ يتحط عليه ضغط مستواه اللي هو كان وصل له في الفترة اللي فاتت، مع ان المفروض ان النهاردة ناصر منسي سعيد بانضمامه للمنتخب، المفروض ان هو يؤدي بشكل افضل من ده. ولكن اللي شفناه من ناصر النهاردة مش افضل اداء لناصر. الزمالك بدأ يدخل المباراة بعد ربع ساعة تقريبا، تسديده من عبد الله السعيد قويه جدا، مظبوطه جدا، الحارس تألق في ابعادها وادت الى ركله ركنيه، واخيرا الحمد لله على السلامه يا عبد الله. كورنر من بتوع عبد الله اللي احنا عارفينهم، الكروسز المظبوطه اللي بالمقاس على دماغ حسام عبد المجيد عشان يجيب الهدف الاول اللي يرفع الضغط من على لعيبه الزمالك، ويبدا الزمالك يدخل المباراه بشكل افضل. بدايه المباراه كان فيها شويه تغيير في التاكتكس بتاعت الفريق في الملعب. التشكيل كنت اتكلمت فيه ان هو يدينا اريحيه ان احنا نلعب دايموند، نلعب وينجات. كان بيتزيرا العادي كان ناحيه اليمين وعدي ناحيه الشمال، ولكن ده اتغير بان عدي بقى ناحيه اليمين وبيدخل جوه ال 18 بيضم كمهاجم تاني، وبيتزيرا مينلي هو وينج ليفت، ولكن هو كان فري رول بيتحرك براحته بين الوينج وبين تحت راسين الحربة. وده اللي عمل انسيابيه اكتر في الاداء للزمالك، مع ان النهارده عبد الله كان في افضل مستوياته، فكان الاداء في نص الملعب مختلف شويه. بعد كده شفنا الهدف الثاني اللي كان من هجمه جماعيه منظمه جميله بين بيتزيرا وبين تايج، وبين تايج بيعمل عرضيه لورا لعبد الله بيسددها مره واحده، الحارس كتر خيره رجعها جوه ال 18، وعدي عمل الحاجه اللي هو مميز فيها جدا، التابن، الفولو اللي بيعمله، ان هو بيتواجد في المكان الصح، وعنده الحس التهديفي بتاع راس الحربه في التواجد في المكان الصح، ودي حاجه مهمه جدا في راس الحربه، ان هو مجرد ان هو يكون موجود في المكان الصح هتزق الكوره في الجون وهي بتجيلك من فولو، من من كروس ارضي، من كروس عرضي، ايا كان. دي حاجه مهمه جدا في راس الحربه، وعدي رجع تاني للتهديف بعد تهديفه في المباراه الاولى. بعد كده شفنا ان فتوح النهارده يمكن مش احسن مستويات فتوح، كان في ميس باس كتير، كان في تردد في اتخاذ القرارات بتاعته في نص الملعب على غير اللي احنا كنا متعودين منه عليه الفتره اللي فاتت. ولكن في المقبل ما نقدرش نقول ان هو كان سيء، ولكن ده مش احسن مستويات فتوح اللي شفناها. ونهايه الشوط كان فيها الفاول بتاع محمود بن تايج الصاروخي اللي راح في العارضه، لولا اللمسه من حارس المرمى رجعت لعدي حطها في القايم، رجعت لحسام عبد المجيد اللي كان متسلل وضاعت الهجمه. فكان شوط في مجمله شوط جيد، ممكن نقول ان هو زي ما قلنا اقل مباريات فتوح. آه ناصر منسي ما كانش ليه تواجد تقريبا في الشوط ده، والحاجات اللي ظهر فيها ما تصرفش فيها بالشكل الامثل. كان في تنويع في اللعب في الزمالك النهارده، وده كان شيء مهم جدا لما فريق يبدا يركن للدفاع وان هو يلعب ديب.
التسديد من بعيد، حاولنا كذا مره، كان في تسديدات من بعيد، كان في كروسز عرضيه غير محاولات الاختراق. مهم قوي ان يكون في تنويع بالمنظر ده، ودي حاجه تحسب لكابتن معتمد ان هو ما اعتمدش على اسلوب واحد للهجوم على فريق اوتوهو. ودي حاجه كانت كويسه وحاجه ايجابيه في الشوط ده. ونقدر نقول ان نجوم الشوط عبد الله السعيد وبيتزيرا وعدي ومعاهم بنتايج، دول الناس اللي كانوا منورين قوي في الشوط الاول وعملوا الفارق لصالح الزمالك. نيجي للشوط الثاني، مباراة تانية خالص. مباراة يعني غلب عليها الاستعراض، غلب عليها الرعونة، غلب عليها الأنانية في بعض اللقطات. وكانت ممكن تؤدي إلى كارثة في نهاية الماتش. في الدقيقة 47 ناصر طالع بكورة مرتدة اتقطعت من نص الملعب، حسام عبد المجيد لعبها له. هو بدل ما يطلع عدي يروح انفراد، قرر ان هو عايز يحاول بنفسه. الكرة كالعادة لم تؤدي الى شيء. فدي حاجة لازم هنقف عندها، لان الموضوع بقى متكرر يا نصر. ما ينفعش تخسر اللي انت عملته الفترة اللي فاتت بان انت تبدا تفكر في نفسك. انت كان اكتر حاجه ميزتك الفتره اللي فاتت ان انت كنت بتعرف امتى يبقى عندك الانانيه وان انت تكون جريدي كراس حربه، وامتى ان انت بتلعب اللعيبه اللي جنبك وتسقط وتطلع تعمل اسيستات. فلازم يكون في ليك واقفه مع نفسك في المرحله اللي جايه دي. من اول الدقيقه 56 احنا شفنا تراخي غير طبيعي من لعيبه الزمالك. وكان في كوره خطر جدا صبحي طلعها، وده كانت حاجه غير مبرره. هو النتيجه 2-0، بس هو عادي جدا ان انت ان حد يرجع عليك، واحنا شايفين ان المباريات كلها في افريقيا ما بقتش سهله. وفكره ان اصل ده فريق ضعيف والحاجه اللي كانت بتتصدر للعيبه، لا هو مش فريق بالضعف والسوء اللي هو يعني الناس كانت بتحاول توصله، او جماهير منافسه بتحاول توصله عشان تهبط اللعيبه. اللي شفناه في الشوط ده ما كانش طبيعي خالص. شفنا اخطاء مجانيه بلا داعي. الفرقه دي من مميزاتها القليله مش الكتيره ان هم بيلعبوا كره الثابته كويس، كروس باس بتاعتهم كويسه. عندهم اتيبو ده اللي هو جاب جون الماتش الاولاني، وشفناه الكرات بتاعته كانت خطر في المباراه دي. فكان مفيش داعي للاخطاء المجانيه اللي هي ملهاش لازمه دي. ودي بتدل على يا اما استهتار، يا اما عدم خبره. وفي كل الاحوال ما ينفعش ان هي تحصل من فريق زي الزمالك في ليفل زي اللي احنا بنلعب فيه دلوقتي. بدأت التغييرات، شفنا كايد نزل مكان فتوح، الجزيري نزل مكان ناصر، ربيع مكان عبد الله، شريف مكان بيتزيرا. تغييرات ممكن للوهلة الأولى تقول إن كابتن معتمد بدأ يتعامل مع المباراة إن هي المباراة خلصت، أو إن هو المباراة بقت سهلة. لا، هي القصة مش في كده. هي القصة إن إحنا اللعيبة دي كان في ضغط مباريات كتير. يمكن خروج عبد الله هو التبديلة الوحيدة اللي ممكن تكون تخوف، ان هو لعيب في قمه مستواه وهو اللي عامل الترانزيشنز للفرقه، ويطلع في ماتش زي ده. ادم كايد نزوله كان لسه الراجل راجع من اصابه، ولكن للامانه هو ادم كايد وربيع بالذات بعد نزولهم شفنا ان خط النص بدا يتحرك بشكل انسيابي اكتر. شحاته اتحرر وطلع في نص الملعب، وبقى وراه بيلعب ربيع. فبدا الكوره شكلها يتحسن، بدانا نشوف فرص، بدانا نشوف باسنج سهل في نص الملعب وخروج بالكوره بشكل شكله افضل كتير. ولكن هنروح عند المشكله الرئيسيه اللي واجهناها. سيف الجزيري شبح سيف الجزيري، ده مش سيف الجزيري اللي احنا عارفينه. يعني جاله فرصتين، واحده منهم هي ما ينفع اللي حصل فيها ده ما تحصلش في مسابقات الناشئين. يعني عدي الدباغ اداله تمريره حريريه توديه انفراد هو والجون، وبعد ما استلم اللمسه الاولانيه عمل لمسه ثانيه غريبه وصلت الكره للجون. فدي حاجه بتقول ان سيف ذهنه مش حاضر. سيف متوتر الفتره السيئه اللي هو فيها، سواء من سوء المستوى او عدم المشاركه. ولكن المفروض انت لاعب دولي، لما تجيلك الفرصه المفروض انك تمسك فيها بشكل افضل من كده. وجات له كوره بعديها تانية ان هو اخذ الكوره ناحيه الشمال وتاخر فيها جدا، مع ان الجنب التاني كان فاضي يقدر ان هو يعمل كروس باس، بس هو بيدور على ان هو يجيب هدف. معذور ان هو عايز يجيب هدف ويرجع تاني ويستعيد الثقه. ولكن يعني في اوقات مصلحه الفريق هي الاهم. الهدف الثالث كان ممكن ينهي المباراه بالكامل، ولكن كالعاده سيناريو زملكاوي، عشان جمهور الزمالك ده مكتوب عليه ان هو ضغطه يعلى، يجي له جلطه، يحصل له حاجه. كوره طايشه، شوطه لو اتعادت 600 مره مش هتروح بالمنظر ده. يعني هي فكرتني بجون جيفاني فان برونكهورست في مباراه الثالث والرابع في كاس العالم 2010.
الجون بتاعه اللي جابه في اوروجواي، كوره هي لا تصد ولا ترد، ومفيش حارس مرمى في الدنيا يقدر يعمل معاها حاجه حتى لو راح عمل معاها التراي. يمكن صبحي بصته ليها ممكن تكون مستفزه لبعض الناس، بس هي فعلا هي كوره يعني شكلها لا يوحي ان هي ممكن تبقى هدف. ولو راح معاها ما كانش هيقدر يعمل معاها حاجه. بس نحط ده كله على جنب. هو انت صبحي بتعمل ايه؟ يعني انت هل عندك هدف ان انت يعني تخلص على جماهير الزمالك وتخلص على نادي الزمالك؟ يا ابني انت بتاخد فرص غيرك كتير يتمناها، بتغلط مرة واتنين وتلاتة وبترجع تاني، بتعمل اخطاء كارثية زي خطأ كايزر تشيفز وبيتم مسامحتك وبتاخد فرصة تانية، منتخب وبتروح له. انت عايز ايه؟ يعني انت اللي انا افهمه فكرة ان انت تمسك الكورة وعشان اللعيب ما ياخدهاش وتعطل اللعب، بس ليه تضربه بكوعك؟ اه اللعيب عمال يشد فيك، بس هو انت صغير يا حبيبي؟ يعني هو انت لعيب ما تعرفش قوانين الكوره؟ ما تعرفش ان انت مجرد تنيتك لكوعك خلاص كده هي احمر؟ يعني انت لو زقيته كده، لو فردت دراعك كده، دي مش احمر. انما انك تتني كوعك وتضرب خلاص، بتخلص نفسك بقى، مش بتخلص نفسك، هي مش خناقه في شارع. ففين فين الخبره بقى؟ فين الذكاء؟ فين الحضور الذهني؟ فين المسؤوليه؟ المسؤوليه. انت شايف فرقتك عملت 5 تغييرات، تعمل تصرف زي ده يخليك بقى داخل فيك جون ومطلوب منك حارس مرمى ومعكش حارس مرمى ينزل؟ كارثه. فاضل 10 دقائق هتلعب من غير حارس مرمى. يمكن الحاجه الوحيده اللي كان انا شخصيا بيني وبين نفسي لما حصلت، افتكرت مباراه النجم الساحلي في 2019، مباراه العوده لما جنش اتطرد وكانت التغييرات خلصت وعمر السعيد وقف جون. لما شفت الجزيري بيلبس التيشيرت وهيقف جون قلت يمكن ده فال حلو ان هو يحصل نفس السيناريو بتاع 2019، ويكون ده فال خير للزمالك ان هو ياخد البطوله في النهايه. ولكن على ما الماتش خلص، منتهى التوتر ومنتهى بوظان الاعصاب، وان الجماهير دي كانت ممكن تروح مقهوره في مباراه في منتهى السهوله، كانت ممكن تخلص من بدري بسبب تصرف اهوج من لاعب المفروض وقتها كان لابس شاره الكابتن بتاعت نادي الزمالك. الشاره دي احنا شفنا ان هي غيرت فتوح، بس هي ما غيرتش صبحي. للاسف صبحي ما اتغيرش. فيعني اتمنى من صبحي ان هو يراجع نفسه، واتمنى ان يكون في عقاب شديد جدا جدا من اداره الزمالك ومن الجهاز الفني لصبحي على التصرف الاهوج اللي هو عمله ده. قدر لعيبه الزمالك ان هم ما يوصلوش الكره لسيف الجزيري. حسام عبد المجيد بصراحه كان مأمنه بشكل هايل في كوره، لولا ان حسام شالها بدماغه يعني سيف كان طالع، ما اقدرش الومه، يعني هو كتر خيره ان هو شال المسؤوليه دي في وقت زي ده. وانتهت المباراه ووصل الزمالك لقبل النهائي. نرمي ده بقى ورا ظهرنا، داخلين على 6 مباريات شديدة الصعوبة في الدوري. فاضل 4 مباريات زيادة عندنا أكتر من المنافسين. الاتنين المنافسين بتوعنا خرجوا من دوري أبطال أفريقيا، فهم فاضل لهم على نهاية الموسم 6 مباريات، وإحنا فاضل لنا 10 مباريات لو ربنا كرمنا ووصلنا الفاينل. ما ينفعش الاستهتار، ما ينفعش الرعونة اللي شفناها النهاردة. المباريات من أول دقيقة لآخر دقيقة وحوش في الملعب عشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه من الموسم ده. قدرنا نفوز بالدوري بالكونفدرالية، هيكون إنجاز عظيم للعيبة وللجهاز. فوزنا بالكونفدرالية وطلعنا مركز تاني في الدوري مقبول، ولكن مش أقل من كده. ما ينفعش الموسم بعد ما نكون وصلنا للنقطة دي إن الموسم ينتهي بأقل من كده. مبروك للزملكاوية، وألف سلام على أي حد ضغطه عالي شبهي في المباراة دي، وعقبال اللي جاي إن شاء الله.